ورقة وقلم واكتبوا معايا يا حبايب قلب خوخة. هنصلح بعض الغلطات، لكن العيب مش مني، خوخة ما بتغلطش، هم اللي مش عارفين هم عاوزين ايه. حبايب قلب خوخة، في بعض الغلطات الإملائية في مواعيد مباريات النادي الأهلي، فورقة وقلم واكتبوا معايا صلح لكم بعض الأخطاء في المواعيد، ولكن أكيد خوخة ما بتغلطش عشان أنا خلق ايديا، العيب مش عندي، العيب عندهم، هم اللي حطوا المواعيد غلط وبعد كده رجعوا في كلامهم. أنا مالي؟ أنا بس بفهمكم عشان اللي هيقول لي أنت بتغلطي، أنا ما بغلطش. الفيديو ده كله مواعيد. تاني حاجة هقول لكم مواعيد قرعة، مش قرعة، قرعة دوري ابطال افريقيا، وليه النادي الاهلي هو اللي هيشارك في الدور التمهيدي الثاني، مش معنى بيراميدز هو اللي هيشارك في الدور التمهيدي الاول. ايه التفرقه العنصريه دي؟ دلة للكاف معروفه. في مواعيد مباريات الاهلي انا قلت لكم، وكل مباراه يعني كل فيديو بطلع اقول لكم اللهم بلغنا يوم السبت 9/8 الساعه 8. بسم الله الرحمن الرحيم كده غلط. طبعا التعديلات اللي حصلت في جدول الدوري دي عشان التوقيت الصيفي، عشان احنا طبعا في شهر اغسطس، في سهل اغسطس، في شهر اغسطس، في شهر 8، فطبعا انتوا عارفين ان في مواعيد صيفي، انتوا بتحبوا الصيف نستحمل بقى، معرفش مين اللي بيحب الصيف. المباريات اتقدمت ساعه واتاخرت ساعه. اتاخرت ساعه ايه بس؟ اتاخرت ساعه ايه بس؟ ركزوا معايا، اتقدمت ساعه، يعني المباريات اللي كانت 8 بقت 9، والمباراه الوحيده اللي كانت الساعه 5 بقت الساعه 6. فهنعيد يا عم عيد. طبعا مباراه الاهلي اول مباراه هتكون مع نادي مودرن سبورت يوم السبت 9/8 ولكن الساعه 9، بينما تاني مباراه انا هحط لكم بقى جدول المباريات اهو. تاني مباراه هتبقى مع نادي فاركو الساعة 9 بدلا من الساعة 8، بينما تالت مباراة هتكون مع نادي غزل المحلة في المحلة، المباراة دي كانت الساعة 5 بقت الساعة 6، واخيرا مباراة النادي الاهلي وبيراميدز كانت الساعة 8 بقت الساعة 9. دولت الاربع مباريات اللي موجودين في شهر اغسطس. في شهر 8 تمام انا حطيت لكم المواعيد. طبعا كلنا عارفين ان قرعة دوري ابطال افريقيا يوم السبت القادم، يعني يوم السبت القادم يا خوخة عندنا حاجات حافلة محفلة. الساعة 1 سوف تقام قرعة دوري ابطال افريقيا وقرعة ايضا الكونفدرالية، عشان في حد انا معرفش يعني في الذكاء عندكم خارق بيقول لي هو النادي الاهلي هيشارك في الكونفدرالية وفي دوري ابطال افريقيا. بالله انا لو بصوا انا على اخر، في ناس هتشارك في دوري ابطال افريقيا وفي ناس هتشارك في الكونفدرالية. ABC كرة والله العظيم واللي سأل كده ولد، بحلف بالله، وفي الكومنتات كمان هيعملوا قرعة لدوري الابطال افريقيا بتوع الكونفدرالية، يعملوا يجيبوا هم يعملوا ايه بقى، يجيبوا شوية ورق ويحطوها بتاعهم يعملوا قرعة مع نفسهم ويلعبوا مع نفسهم. ما انا مش فاهم، الاثنين يبقى في نفس اليوم. طيب القرعة هتقام فين؟ هتقام في دار السلام، مش دار السلام بتاع السلام، لا تركز، دار السلام اللي في تنزانيا. القرعة هتقام يوم السبت القادم اللي هو يوم مباراة النادي الاهلي الساعة 9 على الساعة 1 الظهر، هتقام قرعة النادي الاهلي في دوري الابطال افريقيا، وقرعة الكونفدرالية الساعة 1 ظهرا في عاصمة تنزانيا في دار السلام. بصوا في دار السلام في تنزانيا يوم السبت الساعه 1 الظهر، ما تعفرتونيش ان شاء الله نقع في مجموعه سهله. طيب ليه النادي الاهلي يا خلود هو اللي يعني هيشارك في الدور التمهيدي الثاني وبيراميدز هيشارك في الدور التمهيدي الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده. ايه الفرق بين الدور التمهيدي الاول والدور التمهيدي الثاني؟ محدش يا جماعه يتريق على اللي انا بشرح النقطه دي، في ناس ما تعرفش الكلام ده، في ناس صغيرين لسه بيتفرجوا على كوره، فاحنا بنفهمهم بالراحه. الدور التمهيدي الاول ده بيبقى عباره عن 64 فريق يتصفصف منهم الدور التمهيدي الثاني. بالدور التمهيدي الكام ده بيبقى كام فريق يا خلود؟ بيبقى 32 فريق، هكذا بنصفصف بقى للدور ال 16 والدور ال8 والدور ال4 والدور فهمتوا؟ ده الفرق بين الدور التمهيدي الاول والدور التمهيدي الثاني. طب ليه النادي الاهلي دلة للكاف معروف هيشارك في الدور التمهيدي الثاني في حين بيراميدز اللي هو بطل دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت دي على طول واخد من المحظوظه اول نسخه من الكاس الجديد اللي انا نفسي فيه، يشارك في الدور التمهيدي الاول؟ ده ظلم. إيه هو مين بقى اللي قال لكم ده ظلم؟ بس افهموا وكوسه كده، مش في حاجه اسمها تصنيف يا حبايب قلب خوخ، يعني في فرق ان النادي الاهلي وصل نهائي كام مره، بيشوفوا الفريق ده وصل نهائي كام مره، ايه قصته في دوري ابطال افريقيا لما بيخش بيعمل ايه، وصل نهائي كام مره، خد دوري ابطال افريقيا كام مره، وصل لقبل نهائي ونهائي كام مره، بناء عليه بيتم التصنيف. بيشارك في الدور التمهيدي الثاني اكيد مش يعني مش نفس اللي ما نستويش، في حين ان بيراميدز دخل بطوله مره من نفسه خد دوري ابطال افريقيا، خلاص هنخليه يشارك من الدور ال 16 على طول يعني ولا طبيعي؟ يعني اول ده خده هي بطوله واحده ما وصلش، دي اول مره يوصل لنهائي. تصنيفه في اين تصنيفه؟ انا لا ارى هنوديه يعني مش فاهمه. يقولوا لك الاهلي ده انتوا تعبانين، فده الفرق. التصنيف هو اللي ودى النادي الاهلي ايوه زي التنسيق كده الدور التمهيدي الثاني بناء على تصنيفه، وصل نهائي كام مره وقبل نهائي كام مره واخد دوري ابطال افريقيا كام مره، في حين بيراميدز ما عملش اي حاجه، هو خدها السنه اللي فاتت، فانتوا عاوزين تطلعوه الدور ال 16 على اقصى
اقسمت بالله انا تعبت. يا رب تكونوا فهمتوا البوينت دي، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله السنه دي يكون ابطال افريقيا اهلاويه. وال13 صح، دي ال13 كتاب الله بطلع يعني، دي مشاكل ربنا يكتبها عليك، وان شاء الله ال13 تكون اهلاويه. اللهم بلغنا رؤيه النادي الاهلي يوم 9/8 يوم السبت الساعه 9 بقى، عشان وحشتنا يا اهلي.